درنا الكيكه ديالنا فينيناها، كتجي يا سلام مع الفلون، تجي مذاق خطير. هي كيكه اللي هي كيكه نورمال، غير كنزيدوا لها ديك الطبقه ديال الفلون، وطبعا مع الطبقه ديال الشوكولاته حتى هي تيعطوا مذاق خطير وزوينه بنينه الصراحه. اذا نبداو على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا احبائي نبداو. عندنا واحد 5 البيضات، لان انا عندي المول كبير. في فيديو اخر غنعاود ندير لكم اللي هو ديال المول يكون صغير، وكنشوفوا هاد المكونات كيفاش غتخرج لينا في المول الكبير كيفاش غتخرج في المول الصغير. اذا هنايا عندي واحد 5 البيضات بدرجه حراره المطبخ، عفوا حراره المطبخ. كنزيد عليها كاس ديال السكر ما يعادل تقريبا 120 غرام، وتنزيد عليه واحد ساشي ديال الفانيل، وتنحرك المكونات ديالي مزيان حتى كيذوب ليا السكر في البيض. ومن بعد كنزيد عندي هنا كاس الا ربع ديال الزيت، وكاس الا ربع ديال الماء من الصنبور عادي، ممكن تاخذوا غير الماء من الروبيني. وتنطرب المكونات ديالي، تنخلطهم مزيان 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 حتى كينسجموا ليا. كنزيد كنخلط، كندخل فيهم واحد 2 كؤوس ديال الدقيق ونصف، يعني النصف ما يكونش كامل. عندي 2 كؤوس ونصف ديال الدقيق الابيض اللي هو دقيق الفورس، وتنطرب مزيان حتى كندخل الدقيق. طبعا الدقيق كنخلو من قبل، يعني تنغربلو باش ما كيدير ليناش هذوك الحبيبات في الكيك، كيجينا ساهل في التطراب. كنطرب غير بالطراب اليدوي عادي، تنطرب الدقيق ديالي مزيان حتى كندخلو. باغي ديروا الطراب الكهربائي ديروه ماشي مشكل. اذا هنا كنزيد ملعقه ونصف، لاني دايره 5 البيضات، ملعقه ونصف من الخل، وتنطرب مزيان مزيان. وتندير عندي هنايا 3 ديال خميره الحلويات. عندي 3 ديال الخميرات، لان طبعا كل 2 بيضات كنعطيهم خماره. كندير حيتاش عندي انا هنا 5 البيضات، كندير خماره كامله ماشي مشكل. يعني عندي هنا 3 الخميرات ديال الحلويات اللي هو البيكنج باودر. وتنطرب مزيان مزيان حتى كندخل هذيك الخميره ديالي في الخليط. وتنكون طبعا انا فايت ديما كنشعل الفران قبل ما كنبدا في الكيك، يعني الخليط ديالي هو تيكون هكذا خفيف نوعا ما، يعني ما تيكونش ثقيل، تيكون خفيف نوعا ما. وكناخذ المول ديالنا، وانا عندي هنايا مول كبير تقريبا فيه 30 سنتيم. كان دهنته بالزيت ورشت عليه الدقيق الابيض، وتندير الخليط ديالي وتنقد الكيك ديالي في المول مزيان من الاطراف. وكنمشي كندخلو الفران اللي انا مسخناه من قبل باش يسخن، لان هذا البرد. وهنا غندوزو نصايبو الكراميل اللي حنا غادي نسبقوه للمول. طبعا المول اللي حنا طيبنا فيه الكيكه هو اللي تناخذو، كنحيدو الكيك من بعد ما كيبرد لينا شويه، تنحيدوه من المول وتنغسلو هذاك القالب اللي حنا طيبنا فيه الكيك، هو اللي تنغسلو وتنمسحوه مزيان عاد باش كنزيدو لمرحله الكراميل. عندي هنايا 5 المعالق ديال السكر، تنديرهم فوق النار وتنقلبهم وكنخليهم النار مهيله. ها انتم ها هو طاب. تنسبقوا للمول. شتو انا نفس المول فاش طيبت الكيك هو فاش درت الفلون. تندير هذاك الكراميل وتندوزو على المول كامل، وتنحاول قبل ما ينشف ليا، لاني طبعا انا ما زدت ليه لا زبده لا حليب لا ما لا والو، غير السكر بوحدو تكيدو. كنحاول نقادو مزيان في المول بحال هكذا على هذا الشكل حتى كنغطي ما امكن من المول. وتنخلوه على جنب، نخلوه هكذا يبرد مع راسو على جنب. وكندوزو نوجدو الفلون ديالنا اللي هو عندي هنا نصف لتر من الحليب بارد طبعا، وعندي هنايا 2 ملاعق ديال النشا اختياري. انا كنبغي الكريمه الصراحه تكون فيها النشا، وكنزيدها الفلون دائما فوق ثم غادي نصايب الفلون. وعندي هنا واحد ساشي ديال فلون كراميل. طبعا الفلون اختياري، نتوما اللي بغيتو، كاين فالين، كاين بانيل، كاين شوكولا، كاين فريز، كاين نكهات بزاف. وهنا تندير واحد 3 ديال المعالق ديال السكر حبيبات، وكنخلط المكونات ديالي كاملين. ما كندير لا بيض لا زبده لا والو.
لان هذا فلون انا غنطيبو على شكل فلون، غير انا اختياري كنبغي نزيد فيه هذاك 2 معالق ديال النشا، تنديرو على النار مهيله حتى كيغلى لينا، تيجي بالغليه ديالو، كنجي كنكبو فوق هذاك الكراميل اللي انا فايت درتو، تنكبو بالتساوي هكذا، ونقاد المول ديالي مزيان مزيان باش يجيني الفلون. هنا غتجيني انا طبقه رقيقه طبعا، وكي قلت لكم من قبل غندير معكم وحده اللي تكون فيها الفلون مرتفع، يعني ممكن نديرو مثلا هذا الكبير نديرو 2 مثلا ديال الفلون اللي هو غادي نديرو مثلا اطرو ديال الحليب. انا بغيت هنا غير طبقه رقيقه ديال الفلون، داكشي علاش درت نص لتر في هذا المول الكبير، وتنحطوه في الثلاجه ديالنا تيبرد مزيان حتى كيبرد. اذا من بعد ما برد لينا الفلون ديالنا تماما، كنجي كناخذ هنا عندي تقريبا واحد 100 غرام ولا 150 غرام ديال الشوكولا. هانتوما الفلون ديالي ها هو راه صافي طاب، يعني غناخذ الشوكولا مع واحد ملعقه كبيره ديال الزبده، وتندوبها في حمام مريم او في بعماغي كي كنقولوا، وتنشدها. عندي الكيك هنايا ديالي انا ارتفعت لي واحد شي شويه من هنايا، حاولت انني نحيد داك الارتفاع باش تجيني مسطحه، يعني ارتفعت غير واحد ما كايناش نص سنتيم من هذاك الوسط، حيدت ليها باش كتجيني مسطحه. وهنا كندهن بالشوكولا في البلاصه سيغ بلاص كي كنسالي الشوكولا باقي الشوكولا ارطب، كنشدو وكنقلب الكيك ديالي على هذاك الفلون، تنقلبو وتنحاول نضغط غير بشويه باش ما يتقسم لنا الفلون ديالنا، غير كنضغط غير بشويه شويه 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 وكنحرك صافي. وتناخذ الاناء اللي انا غادي نوجد فيه اناء في التقديم، كناخذو وتنقلبو على هاو قلبتو على الكيكه وكنقلبها وتيتكب مع هذاك السيروم ديالها. وطبعا هنايا انا حكيت عليها بالنسبه ممكن تخلوها هكذا كيف ما هي، باغيين تزيدوا عليها تحكوا عليها الشوكولاط بحال هكذا من الفوق ديروه تزيين اختياري تيبقى لكم نتوما. وطبعا هذوك الجوانب انا دهنتهم بواحد شويه ديال الشوكولا اللي بقى عندي وقديت الجوانب. وها هي الكيكه، الصراحه هي كيكه عاديه ولكن داك الفلون تيزيدها مذاق وديك القرمشه ديال داك الشوكولا. وبصحتكم وراحتكم جربوها وردوا عليا.